ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يعجز لساني وقد اختنق بما تموج به مشاعري أن أنعي إلى الأمة المصرية والشعوب العربية والإسلامية والعالم كله الزعيم المناضل البطل أنور السادات. استشهد الزعيم الذي تعلقت بحبه ملايين القلوب. استشهد بطل الحرب وبطل السلام. لقد اغتالت الزعيم يد آثمة غادرة، وإن كنا قد فقدنا الزعيم والقائد فإن عزاءنا أن الشعب المصري كله بملايينه في أرجاء البلاد ريفها وحضرها يقف اليوم يعتصره الحزن والألم ليعلن أننا سائرون على دربه لن نحيد، درب السلام، إيمانا منا بأنه طريق الحق والعدل والحرية. سنسير على دربه، درب الديمقراطية والرخاء. يا شعب مصر الأصيل، أعلن باسم روح الراحل العظيم وباسم الشعب ومؤسساته الدستورية وقواته المسلحة أننا نتمسك بكل المواثيق والمعاهدات والالتزامات الدولية التي أبرمتها مصر، ولن نكف أيدينا عن دفع عجلة السلام تحقيقا لرسالة الزعيم القائد، وسنذكره بكل فخار واعتزاز يوم أن يتحقق أمله المنشود، عندما ترتفع أعلامنا على جميع أرجاء سيناء، ويوم أن يتحقق السلام الشامل على جانبي الحدود في المنطقة بأسرها. أيها الشعب العظيم، لما كان دستورنا ينص في مادته 84 على أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. لذلك فقد تولى رئاسة الجمهورية مؤقتا السيد الدكتور صوفي حسن أبو طالب رئيس مجلس الشعب. كما دعي مجلس الشعب إلى اجتماع غير عادي ظهر غد الأربعاء 7 أكتوبر سنة 1981 لإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية والبدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لانتخاب رئيس. يا كل رجل وامرأة وطفل، شبروا قيادتكم على نضال السلام. يا أيها الأم السكلة، ويا أيها الزوج المتربي، ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب، يا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتصبح، اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال، وإرادة من الله، وإرادة من الله، وإرادة من الله، وإرادة